صباح الخير متابعينا مشاهدينا، وين ما كنتوا عم تتابعونا بحييكم أجمل تحية. أمس جرت قرعة خليجي 26 في الكويت، وتقام البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 3 يناير في الكويت. للتفاصيل أكثر الزميل العزيز المحجوب الزاكي سيطلعنا عليها. صباح الخير زميل محجوب. اهلا وسهلا استاذ عمر، صباح النور، مرحبا بجميع متابعيك. طبعا كما يعلم الجميع وكما ذكر استاذ عمر، جرت قرعه المراسيم القرعه بالامس في دوله الكويت الشقيقه خليجي 26. 8 منتخبات وزعت على مجموعتين. لدينا المجموعة الأولى التي يتصدرها صاحب الأرض والجمهور المنتخب الكويتي مع المنتخب العماني والإماراتي والمنتخب القطري. هذه المواجهة بالضبط بين المنتخب الإماراتي والقطري. المنتخبان تقابلا في تصفيات كأس العالم ويعرفان بعضهما البعض، وكذلك سيتقابلان في كأس الخليج. المجموعة الثانية تعرف كل من منتخبات العراق، اليمن، السعودية والبحرين. كذلك لدينا منتخبين تقابلا في كأس تصفيات كأس آسيا، كأس العالم عفوا، وسيتقابلان في كأس خليجي هذا في كأس الخليج في الفترة القادمة. يعني بما أن المنتخبات يعرفون بعضهم البعض، فالمباريات ستكون قوية جدا. للإشارة أستاذ عمر فقط، فبطل النسخة الماضية هو المنتخب العراقي الذي فاز في أرضه وبين جماهيره. هل سيكرر المنتخب الكويتي نفس الشيء؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة إن شاء الله. شكرا زميل محجوب، وتمنياتنا للفرق الخليجية المشاركة بالتوفيق بإذن الله.